كل اللي بيتخزن سلبي بيطلع عليكي في مرحلة المراهقة. النفس دي لو اتملت خلال سنين حياتنا مواقف جميلة وإيجابية بتطفو على نفسيتك، وتلاقي نفسيتك هادية ومرتاح وسعيد ومبسوط ورايق ومفيش ستريس ولا ضغط ولا أي حاجة خالص، وبيظهر على شكلك كمان. نفسيتك دي من وانتي طفلة لحد فترة المراهقة بتفضل تتملي مواقف سلبية وأحداث سلبية وكلمات سلبية من الأهل والمحيطين. لو الإنسان ده نفسيته صح ما بيتخبطش، لكن في ناس من كتر السلب اللي جواها بيبدأ يظهر عليها حاجات نفسية، ودي بقى المشاكل مرحلة المراهقة اللي هم بيقولوها. بيظهر ايه؟ بيظهر قلق وتوتر وخوف وحزن وستريس. انا يا دكتور ببقى بصي والله بادئ السنة عايزة ابقى واكسر الدنيا، يجي يقعد على كتاب فيه حاجة مشتتاه، عارفين اللي هو فيه غشاوة، ده بيبقى عنده حاجة اسمها هشاشة نفسية. التاني بيبقى عنده صلابة نفسية. في ناس عايشة في المواقف مش عايشة حياتها دلوقتي، يعني ممكن يكون قاعد بيذاكر ومجتهد بس هو عايش في الموقف القديم. لو في موقف انت واقف عنده اعرف ان في مشكلة لازم تتظبط. ايه المشاعر اللي انت حاسسها؟ وابداوا طلعوا كل اللي جواكم على ورقة، والورق ده تكون مجهزينهم عشان نشتغل عليهم ان شاء الله باذن الله الحلقة الجاية. بس مهم قوي لازم تكونوا مجهزينهم، لان احنا المفروض نقطعهم، المفروض المشاعر السلبية ما تطلعش تتساب. طلعوا لي بس كل اللي جواكم واشتغلوا زي ما انتوا بتشتغلوا زي ما انتوا بتذاكروا لحد الحلقه الجايه، وهنفرغ كل ده باذن الرحمن الرحيم. ده التمرين العملي اللي اول يوم مهم جدا. طلعوا لي المواقف اللي جواكم والمشاعر اللي جواكم لحد ما نتقابل الحلقه الجايه باذن الرحمن الرحيم.